اهلا بيكم حبايبي في وصفه جديده. النهارده وصفتنا من الوصفات الحلوه قوي اللي بنحب دايما نعملها. هنعمل الحجازيه الاسكندراني بطريقه سهله ومكونات بسيطه جدا وكمان حشوه مميزه. يلا بينا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله. وقبل ما نبدا وصفتنا اتمنى اللي ما عملش اشتراك يشرفني بالاشتراك وتعليق حلو كده منكم. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله ونشوف هنعمل الجمال ده كده مع بعض ازاي. أول حاجة عندنا كوباية من الحليب، والحليب لازم يكون دافي. أحط عليه معلقة من الخميرة ومعلقة من البيكنج باودر وأقلب كل الكلام ده مع بعض ونسيبها علشان تختمر كده، يعني هنسيبها بس كده 5 دقايق على جنب. بعد كده بقى هنجيب بولة هنحط فيها كوبايتين من سميد البسبوسة ولازم يكون ناعم، وأنزل عليهم بكوبايتين دي ويكون الدقيق منخول. بعد كده هنزل بكوباية من السكر وكوباية من السمنة، وطبعا ما ننساش ذرة الملح. هننزل بقى الكلام ده كله ونقلبه مع بعضه. بعد كده بقى بعد ما سبت الخميرة بتاع 5 دقايق هنزل بيها كده على المكونات اللي احنا نقولها تاني، اللي هو السكر والسمنة وسميد البسبوسة والدقيق. هقلب كل الكلام ده قبل ما ابتدي اعجن وابتدي ابسه، يعني الاول خالص هنبتدي نبسها كده مش هنعجن، بس زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بستها ابتدي بقى اعجنها، وخدوا بالكم هي في البدايه بتبقى سايحه لان احنا عارفين ان سميد البسبوسه بيشرب السوائل اللي فيه. كل ما اعجن كل ما السوائل تتشرب، كل ما اعجن زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما عجنتها وبقت متماسكه بالشكل ده هنغطيها بستريتش ونركنها على جنب لغايه ما تخمر. وفي الوقت اللي سايبين فيه العجينة تخمر هنعمل كده الحشوة. هنجيب كوباية من السكر، كوباية من سميد البسبوسة، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو ومعلقة كبيرة من القرفة، بس للأسف احنا ما بنحبش القرفة فنستبعدها. بعد كده بشوية مية صغيرين هبتدي كده يعني معلقة كده مية وابتدي احط كده على الحشوة عشان اطريها. بعد كده اختياري دي مش اجباري، يعني وما مش متوفر مش مشكلة، اي مكسرات عندك حطيها بتبقى طعمها حلو اوي. بعد كده خلاص حضرنا الحشوة، نرجع بقى للعجينة كانت في الوقت ده خمرت. هنجيب كده بقى نص العجينة، ناخد النص الأكبر ونفردها كده في قاع الصينية ونعمل حوافي كده في الصينية. بعد ما فردتها بالتساوي وعملت لها حوافي كده من الجناب هبتدي بقى احط الحشوة في النص، واللي واضح الابيض ده طبعا جوز الهند، لو انت مش عندك مكسرات او ما فيش شيليها مش مشكلة. بعد كده بقى ابتدي افرد الحشوة، شايفين افرد الحشوة كده بالشكل ده كده. وبعد كده اجيب الجزء التاني طبعا عشان الحشوة ما تتشالش واحنا بنحطه، فيستحسن كده على ورق زبدة تفرديها النص التاني، وبعد كده نشيله ونقلبه بمنتهى السهولة. أنا شايفين حطيتها ونقلتها كده، تقلبيها كده على وشها بتتفرد بمنتهى السهولة. تبتدي بقى تسويها كده بإيدك. بعد ما سويناها تمام وظبطت الأطراف مع بعض هيبتدي بقى بظهر الشوكة ونعمل لها كده زغرفة بتديها شكل حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده طبعا البوتاجاز شغال على درجة حرارة 200. هحطها في الرف الأوسط، بس أهم حاجة نزغرفها كده بتدي شكل حلو، يعني مش الموضوع مش متعب. بظهر الشوكة كده ونعملها كده رايح جاي بالطول مرة وبالعرض مرة تدي شكل حلو أوي. شايفين ده شكلها. هدخلها بقى الفرن، بس قبل ما ندخلها نحاول نقسمها كده بالسكينة عشان لما تطلع تبقى سهلة معانا. يا دوبك ممكن نحدد مطرح التقطيع مش أكتر، لكن بنعملها كده بالسكينة عشان تبقى جاهزة معانا. بعد ما نقطعها كده طبعا عايزة تعمليها كده مربعات مثلثات، أي تقطيع حابة تقطعيها قطعيها. بعد ما حطيتها في الفرن وخدت تحميرة كده في الشواية وطلعتها، بس للأسف أنا عملت غلطة، يا ريت أنت ما تعملهاش. أنا طلعتها مجرد وهي سخنة أنا قطعتها، يعني سيبيها تبرد خالص وبعد كده تبتدي تقطعيها. طبعا هي متقطعة بس اللي بعيد عن التقطيع بتاعها، فده اللي أنا أقصده. تسيبيها لما تبرد خالص وبعد كده ابتدي أعيد على التقطيع. بعد ما عدت على التقطيع بالشكل ده كده
طلع بقى حتة، هي طلع بصراحة طعمها جميل، وطلع قطعتها زي ما انتوا شايفين. بس انا كده بصوا زي ما انتوا شايفين كده بتدوب ذوبان، بس بجد ريحتها خطيرة وطعمة. يا ريت تجربوها تعجبكم قوي. كده وصفتنا انتهت، اشوفكم بخير في وصفة جديدة. الى اللقاء، باي باي.